عنصر قوي جدا في التراديشنال ماركتنج والديجيتال ماركتنج. لو انت فعلا عرفته وبدات ان انت تشتغل بيه هيحقق لك نتيجه كبيره جدا من الاعلانات بتاعتك ومن الحمله التسويقيه بشكل عام. قبل ما اقول لك العنصر ده، لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه هو بقى العنصر اللي موجود في التراديشنال ماركتنج والديجيتال ماركتنج واللي هو بيفرق وهيفرق في حملاتك الاعلانيه وحملاتك التسويقيه بشكل عام؟ العنصر ده هو عنصر الاعتقاد. يعني ايه الاعتقاد او المعتقدات؟ هو ان العميل بتاعك لما انت تيجي تبص على العميل يبقى عنده معتقدات معينه. فانت في التراديشنال ماركتنج والديجيتال ماركتنج لازم كتراديشنال التسويق التقليدي لازم بتدرس المعتقدات بتاعت العميل بتاعك قبل ما بتيجي بقى تعمل اعلانات او تخش على مرحله الاونلاين. لازم تدرس المعتقدات العميل بتاعك. طب ليه بدرس المعتقدات دي وهتفيدني في ايه؟ المعتقدات دي هي اللي بتخلي العميل يقتنع بكلامك او ما يقتنعش بكلامك. هي اللي بتخليه يشوف إن يشتري منك المنتج او الخدمه ولا ما يشتريش منك المنتج او الخدمه. فهنا العميل لو لقى ان المعتقدات اللي عنده هي نفس المعتقدات اللي عندك هيشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك من غير اي مشاكل خالص. طب لو لقى ان المعتقد بتاعه يخالف المعتقد بتاعك، هنا هو بيقف ما يشتريش. دي حاجز بتخليه ان هو ما يشتريش منك. كده انا كل ده لسه في ايه؟ في التراديشنال ماركتنج، مرحله التسويق التقليدي قبل ما نخش على الاعلانات ونخش على الاونلاين تماما. فهنا ببدا ان انا اشوف ادرس المعتقد بتاعه وابدا ان انا افكر ازاي ان انا اقنع العميل بالمعتقد بتاعي، ازاي ان انا اديله اثبات بالمعتقد بتاعي ان انا فعلا المعتقد بتاعي ده هو الصح. يعني على سبيل المثال خلينا نقول مثال صغير جدا وكان تداول لفتره طويله جدا وممكن في اوقات كتير برضو لسه بيتداول. ان مثلا انت مش لازم عشان تحترف حاجه معينه، مش لازم ان انت تتعلم وتصرف فيها فلوسك وتتعلم من اليوتيوب وكورسات ودايما تحترفها وتتعلم من هنا ومن هنا وتقرا كتب ففي معتقد يقول لك لا، انت مش لازم تعمل كل ده، انت جرب بايدك. في عملاء يقول لك جرب بايدك وانت هتتعلم ومش هتحتاج ان انت تتعلم كل ده، وكمان ده كده تعليم عملي. في معتقد كده، ده معتقد خاطئ جدا. يعني او بالشكل ده خاطئ. لما نيجي بقى ندي بقى كورسز او ندي استشارات نلاقي ان في فئه يقول لك انا اخد كورسات ليه واتعلم ليه واتعب نفسي واتعلم من اليوتيوب واشتري كتب واتعلمها وادفع فلوس مع ناس في كورسات بفلوس كتير واتعلم، اعمل كل ده ليه؟ طب ما انا كده كده انا اخش وعادي انا هغلط وهتعلم وهفهم كل حاجه. ده معتقد يعني خطأ في ان انت مستحيل ان انت لما انت تتعلم بنفسك مستحيل ان انت تتعلم بشكل 100%. لا، اولا انت هنا هتبدا ان هو لو بقى عميل بقى انا ببيع كورس معين او خدمه معينه، فببدا ان انا اقول له لا، ابدا ان انا اتناقش معاه في المعتقد ده. اقول له انت ممكن تتعلم بايدك وتبدا ان انت ما تاخدش كورسات ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله. بس يا ترى انت هتتعلم وتحترف المجال ده في فتره قد ايه؟ فهنا بتبدا بقى انت تناقش المعتقد بتاعه. تبدا انت دي حلول. انا كل ده في التراديشنال ماركتنج بحط حلول للمعتقد ده. فابدا ان انا اقول له لكن انت في مجال مثلا لو انت خدت الكورس او الخدمه المعينه، انا في خلال شهر هديك خبرات مثلا 50 سنه 60 سنه. فانت كنت عشان تقعد تتعلم الحاجه دي لازم هتقعد سنين عمرك كلها عشان توصل لحاجه انا ممكن اعلمها لك في شهر. فهنا كده انت بتقعد تقنعه بالمعتقد بتاعه. تبدا ان انت تناقشه في المعتقد وتقول له الحلول وتدي له الاثباتات وتقول له طيب افتراضا انت دخلت كمان وقلت خلاص لا انا هشتغل بايدي وهتعلم وحتى وهخطا وهتعلم من اخطائي. طيب كم خطا ممكن تقع فيه يكلفك يعني تكاليف كبيره جدا 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 انت في غنى عنها؟ انا لو انت خدت الخدمه دي او خدت الكورس ده هنعلمك الاخطاء اللي انت ممكن كنت هتقع فيها فتتجنبها، فبالتالي انت مش هتقع في اخطاء او تتجنب اخطاء كتير جدا وبالتالي تنجح باستمرار وتستمر. وده النقطه المهمه جدا. فمن هنا ان في التراديشنال ماركتنج بدرس الايه المعتقد بتاع العميل بتاعي. باجي بقى اخد بقى دراسه المعتقد ده
وابدا بقى ادي حلول للمعتقدات اللي عند العميل لما يجي بقى هو يقول لي لا طب انا اشتري منك ليه ده، وانا ممكن ان انا مثلا الكلام ده ليه على اليوتيوب، او ممكن الكلام ده انا اتعلمه انا بايدي واخطا واتعلم واقع لحد ما اتعلم. فكل ده انا بجهز حلول واجوبه لكل المعتقدات دي. بعد كده على طول باخد الكلام ده انقله بقى اونلاين. طب بيتنقل ازاي اونلاين بقى؟ بنقل ده اونلاين وبكتبه وببدا انا اتواصل مع العميل بتاعي عن طريق الكوبي رايتنج اللي هو النص الاعلاني. عشان كده بنقول احترافك في النص الاعلاني بيبقى مهم جدا. ومن اهم نقاط ان انت تحترف النص الاعلاني هو ان انت تبقى فاهم المعتقدات بتاعه العميل بتاعك وتناقشه فيها في الكونتنت في الكوبي بتاعك في النص الاعلاني. تبدا تناقشه وتقول له انا عارف ان انت معتقداتك هي 1 2 3 4، بس خليني كده نفكر مع بعض ونشوف كده المعتقد ده هو صح ولا غلط، ولو صح انا هقول لك صح، ولو غلط يبقى انا وانت كده نتفق على نقطه معينه. تبدا تناقشه تحاوره، تبدا تقول له الاجوبه، تبدا تديله السؤال، تقول السؤال اللي هو المعتقد اللي بيجي في باله وتناقشه فيه وتقول له الاجوبه وتديله اثباتات على الكلام بتاعك. طيب ده بقى بينجح الكامبينز ازاي؟ بينجح الكامبينز اول حاجه ان الناس بتقتنع بكلامك فبالتالي بيشتروا منك المنتج او الخدمه بتاعتك. ولكن في مرحله كده بيجي في ناس بتصدقك وفي ناس ما بتصدقكش. الهدف الاساسي انك تستهدف الناس اللي عندها نفس المعتقد بتاعك، فده هيخلي ناس معينه هي اللي تؤمن بيك وناس معينه تجيلك يقول لك انا فعلا انا بؤمن ان انا عشان اتعلم لازم اتعب واصرف واستثمر في، ده اسمه استثمار، واستثمر في نفسي، والجنيه اللي بدفعه النهارده بعد فتره بيجي لي 10 20 30 100، فده استثمار. فهنا بيجي لك الفئه اللي انت عندها نفس الاعتقاد بتاعك، وده بيخليهم بيبقى كده انت بتاسس بيزنس وبتاسس فئه بتشجعك وعندها ولاء ليك. و في نفس النقطه بنلاقي عملاء يعترضوا الكلام بتاعك ويبداوا ان هم يعارضوك، يقول لك لا الكلام ده مش مظبوط. وهنا انت بتبدا بقى دورك ان تبدا ان انت تجاوب على المعتقدات اللي عندهم، وتبدا ان انت تديها اجوبه وتبدا تناقشهم. جزء منهم هيصدقك وجزء هيجي يؤمن بيك ويشتري منك المنتج او الخدمه ويبقى معاك كده خلاص. في جزء مش يعني خلاص هو برضه هو مش هيقتنع، هو ده اعتقاده، فده خلاص ده انت ما بتتعبش بقى فيه، خلاص ده الجزء ده انا ببدا ان انا ما بتعبش نفسي معاهم. وهو مع الوقت بقى ممكن يقتنع او ما يقتنعش، مفيش اي مشكله. بس انا اهم حاجه عندي ان انا كده كسبت العميل بتاعي، وفي نفس الوقت كسبت المنافسه، لان العميل هو جاي لي باقتناع، وفي نفس الوقت انا جايب عميل معين، انا كده بدرس العميل بقوه، جايب عميل عنده نفس المعتقد اللي انا بؤمن بيه، فبالتالي ده بيخلي البيزنس بتاعي قايم على رجليه، البيزنس بتاعي يحقق نتائج. لما اعمل اي اعلان دول بينجذبوا ليا ويشتروا مني المنتج او الخدمه باقتناع، ده الهدف من عندنا، العميل يبقى مقتنع بيا. وده هيميزني في الاعلانات اني انا عندي فاليو فعلا، عندي رساله، عندي معتقد، المعتقد ده انا بؤمن بيه وبجذب انتباه الناس اللي هي مؤمنه بنفس المعتقد بتاعي. وفي النهايه لازم تبقى مقتنع كويس جدا وتبقى عارف ان عنصر المعتقد او الاعتقادات ده هو كمان عنصر مهم قوي في المبيعات. يعني انت عشان تقنع العميل ان هو يشتري منك هو لازم يكون عنده نفس المعتقد اللي عندك. فبالتالي دراستك للتراديشنال ماركتنج دي قويه جدا، ان انت تبقى فاهم ازاي ادرس المعتقد بتاع العميل بتاعي ويبقى في اجوبه لكل اسئله وتساؤلات هي موجوده عنده في المعتقد بتاعه، وتنقل ده بقى في الديجيتال ماركتنج. ده بيقوي بقى الحمله الاعلانيه بتاعتك ويخليك توصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. فمهم قوي تبقى عارف المعتقد، ودايما دايما دايما تتابع العميل بتاعك وتشوف ايه المعتقدات الجديده، لان العميل ما بيوقفش عند معتقد معين، بيبقى دايما في معتقدات جديده هو بيتبناها، انت لازم تبقى عارفها ومجهز الاسئله او مجهز الاجوبه لكل سؤال من اسئله المعتقدات دي. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه هي المواضيع اللي حابين نتكلم فيها في المواضيع الجايه او الفيديوهات الجايه، اكتبوها لي وانا ابدا اشوفها واحضر لها الفيديوهات الجايه. ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي، والى اللقاء.